تاني تعادل لفريق المليارات، المليارات في 3 لقاءات. النادي الاهلي بيتعادل مع غزل المحله في اللقاء الثالث ليه في الدوري العام بعد لقاءين. والغريب ان الناس تقول لك اصل الاهلي بيخلص الدوري من بدري، اصل الاهلي هيخلص الدوري من بدري. طبعا لسه بدري جدا على المنافسه، لسه بدري جدا على الماتشات، لسه بدري جدا على الدوري. انما عايز اقول لكم على حاجه ثانيه مهمه جدا. النادي الاهلي لو سافر وطلع بره في ماتشات كتير زي ما راح النهارده المحله ورجع بتعادل، لو راح ماتشات بره في اسماعيليه، في بورسعيد، في الانديه دي، انا بقول لك الدوري هيخسره من اول اسبوع او من الدور الاولاني، وده كلام حقيقي. فالتعادل النهارده تعادل مهم، ومهم جدا ان لعيبه الزمالك بكره يموتوا نفسيهم ويقولوا احنا هنا ويكسروا الدنيا. ودايما كده النادي الاهلي في تعادلات وفي خسائر ان شاء الله باذن الله، والزمالك في تالق. وتخيل المشاكل اللي عند الزمالك والفلوس وسحب نادي وي 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 وان شاء الله باذن الله يكسب بكره ويتربع على عرش الدوري من بدري. ولسه اللي جاي كتير قوي يا اهلي في النتائج في الفتره اللي جايه. شكرا، سلام عليكم. هتصدق بالله يا كابتن طارق؟ هتصدق ان شاء الله. انت ما ينفعش معاك غير خالد عبد الحفيظ، هو اللي بيلسوعك. بصوا بقى، الكذب الكذب حتى لو زميل يعني دعابه، المفروض انت لعيب كوره الناس كلها تصدقك. يقول لك الاهلي لو لعب مباراته كلها بره هيخسر الدوري الدور الاول. طب بقول لك ايه يا طروقه، زمان لما كان في كفر الشيخ والمنصوره والمحله والفرق